كثيرون في الجزائر اليوم يريدون ويحبون التحدث عن ألبير كامي. البعض آه، يحبون ما يكتبه، والغير وآخرون لا يحبون ما يكتبه، ولا يحبون كذلك مواقفه. أنا سأتكلم في هذا المقال أو في هذه الأمسية إذا صح التعبير عن هذا الرجل المعروف، معروف جدا، جائزة نوبل، له جائزة نوبل للأدب. ألبير كامي هو الكاتب المحتفى به والمثير للجدل. أصبح شخصية يستدعى اسمها عند كل أزمة، غالبا من دون أن يقرأ فعليا، مثل أنتيغون مثلا، أو حتى كتب ياسين عندنا، يستشهد به، يعلق به عليه، وأحيانا يشتم من دون أن تستكشف نصوصه بعمق. في مجتمعاتنا صار من المعتاد الحكم على المثقفين من دون قراءتهم واتهامهم من دون تمييز أو مسافة نقدية. عند كل توتر سياسي أو هوياتي يعود ألبير كامي إلى الواجهة. البعض يرفض له الجنسية الجزائرية، وآخرون يمنحونها له بحماسة، وكأن لابد من وضعه في خانة محددة. لكنه توفي في جانفي 1960، في اللحظة التي كانت فيها المتاريس تقام في الجزائر، حيث كان الفرنسيون يطلقون النار على الفرنسيين وينكرون على الجزائريين حقهم في الاستقلال، محاصرين ملايين البشر في معسكرات اعتقال. كامو نفسه لم يكن مقبول لا من الأوروبيين ولا من الأهالي، كان خارج الانتماءات، على هامش الهوايات الجامدة. تصريحه الشهير حول الاختيار بين العدالة وأمه يستشهد به كثيرا، وهذا يفكرني في مقولة فرحات عباس، كذلك نفس الشيء، وأحيانا يشوه. حاول أن يخفف من حدته في رسالة إلى مدير صحيفة لوموند، مشيرا إلى قربه من الطالب الجزائري الذي خاطبه. أقرب أقرب إليه من كثير أنا أقرب إليه من كثير من الفرنسيين الذين يتحدثون عن الجزائر من دون أن يعرفونها. اعترف بسوء تعبيره، لكن هذه المحاولة للمصالحة بقيت متجاهلة. كان فرنسيا، نقطة على السطر. حتى روايته الأخيرة، الرجل الأول، لو بريمير، نادرا ما تذكر، رغم أنها تكشف عن كامو أكثر حميمية وتعقيدا. مرفوض من متطرفي الجزائر، متجاهل من جبهة التحرير الوطني، بدا وكأنه لم يفهم لا من أهله ولا من خصومه. كامو ليس أورويل ولا كونراد، ومع ذلك يريد الجميع أن يجعلوا منه رمزا، ابنا بالتبني لقناعاتهم الخاصة. نصره يرفعون تقاريره عن البؤس في منطقة القبائل، المنشورة عام 1939 في الألجي ريبوبليكان، حيث ندد بنظام عبودية من دون أن يهاجم مباشرة المنطق الاستعماري. استنكر الأجور المهينة
وأيام العمل المضاعفة، لكن التزامه بات إنسانيا أكثر منه سياسيا، كما ندد بمجازر 8 ماي 45 في لو تان. اليومانيتي كذلك تكلمت عن هذه المجازر. هي كانت أصوات نادرة ارتفعت ضد الفظاعة. كما كان كامو رجلا معقدا، وحتى بعد وفاته دافع عنه آخرون لم يطلب منهم ذلك. بعضهم مثل ميشيل أونفري الذي تحول فجأة إلى فيلسوف استخدمه لتشويه جان بول سارتر الذي كان إلى جانب من يقاتلون من أجل كرامة الجزائر واستقلالها، أو لإعادة تأهيله في الجزائر المستقلة، في قضية المستقلة. كتاب جزائريون استلهموا منه. كمال داود أعطى اسما للعربي في معارضة تحقيق في قضية ميرسو كونترونكات. عبد القادر جمعي استكشف مؤامرته الوهرانية. سليم باشي تخيله في رحلة إلى البرازيل. صالح قمريش دفن ميرسو. ويتميز صالح قمريش بجرأته في الاحتفاء بالموت النهائي لميرسو الذي قتل إنسانا من لحم ودم. ولد الراوي الذي يعرف كل أعمال البرت كامو من دون أن يسميه لكنه يحترمه. لكن آخرين ممن لم يقرأوه قط يستمرون في رفض جنسية لم يطالب بها يوما. الجزائر مستقلة منذ 62 بعد عامين من وفاته. يلام كثيرا هو ونادرا غيره، لكن الأمور أكثر تعقيدا. يلام كامو لأنه لم يمنح صوتا للأهالي، وكأنهم كانوا مرئيين في الفضاء الاستعماري، لكنهم كانوا غير مرئيين، بل بلا هوية معترف بها في نظر السلطات الاستعمارية. اللقاء كان مستحيلا. عالمان متجاوران من دون تقاطع. بالنسبة للأوروبي الأهالي مجرد أسطورة. ظل الأهالي أسطورة. ظل الأهالي كانوا الأوروبيين أنفسهم. كامو كان فرنسيا، نشأ ذلك. آخرون أفلتوا من هذا التعيين عبر خيارات دينية أو إيديولوجية: شيوعيون، مسيحيون، يهود، أنارشيست، تروسكيون. الجزائر الاستعمارية كانت مقسمة إلى فضاء ألف للمستوطنين، نادرا ما يرتاده الأهالي، وفضاء غير أو غير ألف ينتهكه المستعمرون بحرية. هذا الفصل المكاني والاجتماعي جعل أي تفاعل أصيل أمرا غير محتمل. حتى الغريب l'étranger الذي يفسر غالبا كرواية عبثية هو في الواقع شديد الواقعية. يعكس المجتمع الاستعماري حيث لا يشعر المستعمر بأي تعاطف مع المستعمر. العربي الذي قتله ميرسو ليس سوى الظل، ليس سوى الظل أو غياب. هذه الواقعية القاسية غالبا ما يساء فهمها. الأوروبيون في الجزائر كانوا يعيشون في فقاعة، بينما كانت الميتروبول تتمتع بنظام ديمقراطي. الجزائر كانت مطبوعة بالرقابة، بالفاشية العادية، وبمعجم حيواني لوصف الأهالي. مولود فرعون في يوميته لما كامو على هذا الغياب، لكنه متسق مع السياق. كذلك فعل مراد بولبول. كاتب ياسين ذكر صمته بامتعاض. سارتر كان أكثر حدة.
إدوارد سعيد قارن بينه وبين أورويل الذي كان ينبغي أن يفعل ولم يفعل. أما إيميل سيزار وفرانس فانون وألبير ميمي فقد فهموا كامو بشكل أفضل بإعادة مواقفه إلى سياقها التاريخي والأنثروبولوجي. علينا أن نرجع للمحيط. على شبكة التواصل يريد البعض سحب جنسية لم يكن يستطيع طلبها إذ مات قبل استقلال الجزائر. سيكون أدق الحديث عن من عاشوا بعد 62 ولم يحصلوا على هذا الاعتراف، مثل جون سيناك الذي هاجم كامو بعنف، لكن كامو لم يهتم. مساره وسطه زمنه لم يسمح له بأن يكون مختلفا. كان مشبعا بالالتباس الخاص بالكتاب الفرنسيين المولودين في الجزائر. حتى في الجي ريبوبليكان كان قليل الاحتكاك بالأهالي، بالناس، بالصحفيين الجزائريين الأصل، كما يذكر أونري لاك الذي كان من المديرين الأوائل للجي ريبوبليكان. كامو لم يكن سارتر لا في تكوينه ولا في انتمائه. المسألة مسألة معقدة جدا. ربما كان أقرب إلى أندري جيد الذي هو أيضا أغفل استغلال الجزائر أو استغلال الاستعمار. كتاب لقاءات مع جيد كتاب لقاءات مع جيد يوضح هذه القربة أو القرابة، ومع ذلك دفع كامو على التزامه ضد الاستعمار. ففي 1952 كتب هكذا يقال باستهتار: إنني لا أهتم بضحايا الاستعمار، رغم مئات الصفحات التي تثبت أنه منذ 20 عاما لم أخض فعليا أي نضال سياسي آخر سوى ذلك. كامو الذي يتكلم هنا. الاستعمار رافقه، دعمه، وأحيانا مجده كثير من الكتاب السينمائيين والرسامين في تلك الحقبة. كثير منهم خانوا القيم الإنسانية التي ادعوها بتبرير المشروع الاستعماري ومنحه شرعية جمالية وأخلاقية. الخطاب السائد تحدث عن تحرير مزعوم للأهالي الذين صوروا كمتوحشين بلا تاريخ ولا عمق. فكرة غوبينو عن عدم مساواة الأعراق وتفوق الحضارة الأوروبية كانت تغمر المخيال الغربي، جاعلة الآخر غير مرئي invisible، بلا قوام، بلا صوت. في هذا السياق يجب الاعتراف لكامو بفرادة كونه الصحفي أو الصحفي المثقف الوحيد، أقول الوحيد، الذي ندد بمجازر 8 ماي 1945. هذا الموقف النادر والشجاع يكشف عن وعي معذب، ملتبس، وربما مأساوي. قد كتب مقالات عديدة حول هذا الموضوع في لو ماتان، في لو طون. هو رجل في الحقيقة، هو رجل الالتباسات، البصيرة المعرقلة، والأخلاق المتوترة. الأدب الاستعماري آنذاك كان يقدم عالما مليئا بالضلال بالصور الصينية، حيث كان الأهالي مستبعدين من الفضاء الرمزي المستعمر الباحث عن الشرعية. كان يستبدل الآخر بصورته الخاصة، بأسطوراته
اللقاء الحقيقي بين العالمين كان مستحيلا حتى حين يستدعي الأهالي، كان ذلك لتقليصهم إلى دور وظيفي نفعي لا إنساني. كتاب تلك الحقبة صنعوا آخر هنوط يتوافق مع إيديولوجيتهم، مع تصورهم الأسطوري للعالم. شخصية ميرسو في الغريب أو الإترانجي تجسد هذه البنية. إنه نتاج نظام المناظر الخلابة، الفضاءات المضيئة، الأعراس مع الطبيعة تحجب بشكل مأساوي الواقع الاستعماري. القمع، الظلم، الإقصاء، يصبح حب الأرض، هوس الشمس، اندفاع البحر رموزا لإنسانية متناقضة، حيث ينفى الإنسان المستعمر، حيث ينفى الإنسان المستعمر. هذه الأدبيات المتمركزة حول اهتمامات المستوطنين تقصي عالم الأهالي وتحولهم إلى غياب ذي دلالة. التيار الجزائري وما سمي بغير دقة مدرسة الجزائر ليكول دالجي يندرجون في هذا المنطق. المستعمر يتجاهل، يعتبر غريبا بلا تاريخ. الشخصيات المركزية تنتمي إلى الأوساط البرجوازية الصغيرة. الطاعون، لا بيست 1942، الغريب l'étranger 1957، المنفى والمملكة l'exil et le royaume 1954، الصيف l'été 1938، الأعراس نوس وغيرهم من روايات وكتب ألبير كامو. هذه الروايات واقعية بعمق. غياب الآخر فيها حضور سلبي، إقصاء بنيوي في الفضاء الاستعماري. كامو في الغريب يعبر في l'étranger يعبر ربما بشكل غير واعي عن هذا الظلم. خطاب ميرسو المتمحور حول الأم يكشف كامو في زمن آخر إذا صح التعبير. ويقول كامو في هذا السياق عن شكل من الانطواء، يتكلم عن شكل من الانطواء العاطفي، عن عجز في التفكير بالآخر دائما على حق. يقول ميرسو في l'étranger أو الغريب دائما على حق. عشت بطريقة ما وكان بإمكاني أن أعيش بطريقة أخرى. هذه العبارة كثيرا ما يستشهد بها، يمكن قراءتها كإدانة لاذعة للاستعمار الذي يستبعد الأهالي من جغرافيته ويحولهم إلى كيان غريب. العربي في الغريب غير مسمى، إنه مجرد كليشيه، صورة نمطية، صمت. هذا الغياب هو التعبير الواقعي عن القمع الاستعماري. كامو رغم تردده يجسد المثقف الاستعماري، العاجز عن الانفصال عن أهله. أراد أن يكون جسرا، لكن عجزه حبسه في موقف ملتبس، على عكس إيمانويل روبليس الذي كان أقرب إلى الأهالي، مانحا إياهم الممنوع في الجزائر، والتي عدها جيش التحرير منصقة
عندما أتكلم عن هذه على منصة، هي كانت ممنوعة في الجزائر، وعدها جيش التحرير، وقبلها فرقة فرقة الرازي اللي كان من لام تي ال بي، كان في حزب الانتصار للحريات الديمقراطية. مسرحية منصرة الوطني قد لُعبت في 58 من طرف فرقة جبهة التحرير الوطني. منصرة هو رمز قوي، فهي تحكي عن تضحية رفيق بوليفار المقاوم للتعذيب من أجل تحرير شعبه، حيث شارك محمد فراح في 1951 مع روبلس كاتب غزير الإنتاج، عضو في أكاديمية غونكور، أدار مجلة فورج الذي كان يكتب فيها ديب، كاتب ياسين، جون سيناك، أحمد السفريوي مغربي، مالك دونك اسم سلسلة المتوسط في منشورات لو سوي، كاشفا فرعون، ديب. لم يعجب كثيرا بنجمة لكاتب ياسين، لكن أعماله تشهد على إرادة التضامن والتعايش. أما كامو فبقي مرتبطا بأمه، بعالمه، بأصوله. لم يفهم المآسي العميقة للجزائر الاستعمارية، كان حساسا للبؤس، نعم، لكنه قليل الاستعداد لإدانة الجرائم، بعيد جدا عن الأهالي، شديد الحرص على ألا يجرح أهله. إنه يجسد صورة المثقف الأخلاقي في عالم غير أخلاقي، كما يلخص هذا إدوارد سعيد في الثقافة والإمبريالية، كتابه كولتور et impérialisme. هو إذن رجل أخلاقي في سياق غير أخلاقي، واهتمام كامو ينصب على الفرد داخل إطار اجتماعي. قيمة هي وعي الذات، النضج بلا أوهام، الصلابة، وهذا صحيح في الغريب أو l'étranger، كما في الطاعون والسقوط، الأخلاقية حين يسوء كل شيء. وشكرا.